ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. هيدي الأم. مش معايا فلوس. بابا عايزة فلوس عشان أجيب هدية عيد الأم. عيد مين؟ بص يا مكة، أنا لازم أقول لك الحقيقة، أنت كبرتي. الست دي مش أمكم، دي خطفاكم. روحوا بلغوا عنها وأنا هشهد معاكم. يو بقى هجيب كوباية منيش وخلاص. أكيد واخد مكة عشان يجيب لها هدية عيد الأم. رايح فين يا محمد كده واخد مكة معاه؟ نزل شوية على القهوة وهاخد مكة معايا، قعدها شوية مع ستها. ستها برضه؟ طيب بالسلامة أنت يا حبيبي. أكيد واخد مكة علشان يجيب لها السلسلة اللي أنا كان نفسي فيها. لأ، أكيد هجيب لها الخاتم اللي أنا كنت عمالة أتحايل عليه إن هو يجيبهولي. يا حبايبي ربنا يخليكوا ليا. السلام عليكم. ماما. وعليكم السلام، حمد لله على السلام. الله يسلمك. ايه انت بتنهج ليه كده؟ انتوا جايبين الهدية من بعيد ولا ايه؟ هدية ايه؟ بمناسبة ايه ان شاء الله؟ ما فانوس رمضان وجبناه. يو هدية عيد الأم. عيد الأم؟ أحلى هدية عيد الأم صلصة عشان الطبيخ. شكلك مش عجبك الصلصة، لسه الكيسة فيها بلاوي. زيت للقلية، مكرونة، سكر حبنا. ماما أنا أروح ألعب بطمطم أحسن. بلح عشان الخشاف، عشان عارفك بتحبيه. بصي بقى التقيل، سمنة، ودي خلي بالك هتكفينا شهر رمضان كله، وكمان كحك العيد والبسكوت. انا بقول لك اهو. يعني مفيش خاتم ولا سلسلة ذهب ولا أي حاجة، وفي الآخر جايب لي تموين الشهر؟ هو في حد بيشتري ذهب اليومين دول يا لولو؟ وبعدين التموين بيكون فيه زبيب وجوز هند وقمر الدين اللي بتحبيه. ما بقتش بحب. امال لو مش تموين امال وقعت عليهم ازاي؟ وما تقوليش انك اشتريتهم عشان مش هصدق. انت فهماني. انا هقول لك الحكايه يا ستي. احنا كنا قاعدين على القهوه، لقينا في عربيه وقفت وعليها زحمه كتير. رحت اسالها اشوف في ايه، لقيت الست بتقول لي انت غلبان؟ قلت لها ده انا غلبان وعندي 6 عيال ومراتي عيانه وفي المستشفى. فراحت مدياني الكيسه دي وقالت لي كل سنه وانت طيب. يا نهار ابيض، بتفول عليا ان انا في المستشفى وبعدين احنا محتاجين علشان تروح تقف تجيب لنا شنطه من دي؟ لا وانا اللي بقول واخد بنته يروح يجيب لها هديه عيد الام عشان تقدمها لي. يا بنتي احنا كلنا محتاجين دلوقتي، وبعدين انت فاكرين الناس عيد الام؟ بس انا شغلت دماغي وفوت على الجزار وقلت اجيب لك هديه احلى من هديه عيد الام، نص كيلو كبده. الله، كبده والنبي كان نفسي فيها قوي. بس اعملها بقى كبده اسكندراني ولا كبده بالبصل؟ نبقى هترم عظمي يا حلال. الحمد لله نسيت الهديه ومش عرفت ان الكبده جايه مع الكيسه. انا الحق العربيه قبل ما تمشي اجيب لي كيسه كمان.